عايزه اتكلم عن موضوع قتل بحثا، وبرضه الناس ما زالت بتسال عنه كتير بصراحه. يعني موضوع ايه؟ موضوع فرق السن بين الازواج والزوجات، ومفروض مين يبقى اكبر ومين يبقى اصغر ومين ينفع ولا مين ما ينفعش. فلو سمحتوا عايزين بس نحسم القضيه دي بحاجه مهمه جدا، انه ده عامل من العوامل. يعني السن ده عامل من العوامل، دي اول حاجه، يعني مش سبب او سبب انجاح او افشال العلاقه الزوجيه. الحاجه الثانيه وهي برضه حاجه مهمه جدا، انه في عامل ملتصق بعامل السن اسمه personality typing. يعني ايه؟ يعني مش فاكره قوي دلوقتي، بس انماط الشخصيه. افتكرت انماط الشخصيه. ففي مثلا نمط بتلاقي كده بنوته وهي عندها 20 سنه تحس ان عندها 80 سنه كده، فدي لو اتجوزت واحد اكبر منها بكتير حتى لو ب 20 سنه هتبقى مبسوطه جدا. وفي واحده بيبقى مثلا عندها 40 سنه وتحس ان هي عيله عندها 18 19، دي لو اتجوزت واحد اكبر منها هتعيش في عذاب، او اكبر منها بكتير. يعني قصدي لو مثلا فرق فعلا هو 15 20 سنه هتعيش في عذاب. وفي واحده بتحس ان هي عقلانيه قوي قوي وعايزه تفكر بعقلها وبمخها وكده، فدي لو اتجوزت واحد اكبر منها مثلا يعني 7 10 كده 12 تبقى تمام جدا، لان هي هيبداوا يلتقوا فكريا. وفي واحده ثانيه عقلها صغير ومروشه كده وبتاع، فدي لو اتجوزت واحد اكبر منها هتعذبه هو. فاهمين يا جماعه موضوع فرق السن ده قتل بحثا، ومفيش قاعده واحده تمشي على الجميع. طيب سؤال بقى برضو بيتسال، طب ماذا لو هو اصغر منها؟ في حاجه اسمها المرحله السنيه او المرحله العمريه. المرحله العمريه دي بتبقى يعني زائد او ناقص 5 سنين، فلو هي اكبر منه بأبتو 5 سنين او اصغر منه بأبتو 5 سنين هي في المرحله العمريه، يبقى اوكي. يجي بقى العامل الاخر اللي هو الشخصيات اللي احنا لسه متكلمين عليها. تمام، عرفنا موضوع فرق السن. واللي بيقلق يتجوز واحده اكبر منه اقعد معاه وشوف الدنيا هتمشي ازاي. اللي بتقلق تتجوز واحد اكبر منها بكتير، بتقلق من فرق السن الكبير، اقعدي معاه وشوفي القعده هتمشي ازاي. ما حدش في الجواز يرفض من بره، تمام؟ لازم ارفضي بس اقعدي الاول، ارفض بس خد ودي الاول.